دليل مبسط مخل لفهم خريطة كأس العالم. لو حضرتك أو حضرتك بتقعدي تتفرجي على ماتشات كأس العالم زي كيس الجوافة زي كده، بسأل هو احنا اللعيبة بتوعنا لابسين تيشرت لونها ايه؟ وندخل الكورة في انهي جون؟ فطبعا ترتيب المنتخبات والنقط والدور ال60 وال70 والكلام ده بالنسبة لنا لوغاريتمات. فعشان برستيجي لازم افهم. عملت تبسيط مخل أو ممكن تقول إن هو دليل رباط البيوت لفهم خريطة مباريات كأس العالم. تخيل معايا كده، عملنا حفلة كبيرة قوي وعزمنا فيها 48 حد، وعشان تنظم القعدة والناس جبت 12 ترابيزة، وكل ترابيزة قعدت فيها 4 مع بعض. كل واحد هيلعب ماتش مع ال3 التانيين، أكتر 2 هيجيبوا سكور هيصعدوا. وبعدين كتر خيرهم قالوا ندي فرصة للمنتخبات المكسحة وناخد أحسن التعبانين، فهياخدوا من كل الترابيزات 8 منتخبات ينافسوا مع الكبار. طيب إحنا بقى كمنتخب مصر فرصتنا ايه في الفوز؟ احنا محتاجين نجيب 4 أو 5 نقط، لو كسبنا بناخد نقطتين، ولو تعادلنا بناخد نقطة واحدة، ولو خسرنا بناخد على قفانا. اول حاجة كون ان احنا تعادلنا مع بلجيكا اخدنا نقطة، دي حاجة كويسة جدا عشان بلجيكا هي اصعب منتخب في المجموعة بتاعتنا. يبقى فاضل ان احنا هنلعب مع نيوزيلندا وايران، فاحنا كده محتاجين على الاقل نكسب ماتش ونتعادل في الماتش التاني عشان نضمن اننا ندخل في التصفيات او دور ال 32، يعني مع ال 32 منتخب اللي هيلعبوا بعد كده. فرصتنا حلوة قوي السنه دي ان احنا نصعد، نعدي بس من الماتشين دول وندخل على المرحله اللي بعد كده، واعمل لكم فيديو تاني تبسيط مخل نفهم بعد كده احنا داخلين على ايه.